أهلا بكم في قناة قصص وروايات. هكلمكم النهاردة عن قصة جديدة ممتعة وفيها عبرة جميلة جدا. يلا نبدأ. الفراشة التي لم تصدق أجنحتها. كان يا مكان في جنينة كبيرة مليانة ورود وزهور ملونة، كانت فيها فراشة صغيرة اسمها لين. لين كانت كل يوم تصحى تبص على أجنحتها اللي ألوانها جميلة جدا، أصفر وبرتقاني ولمعات ذهبية، لكنها ما كانش عمرها طارت. لين كانت دايما تقول لنفسها: أنا ضعيفة، أجنحتي هشة، هقع لو جربت أطير زي الفراشات التانية. وكل مرة تشوف فراشات تطير في السماء ترجع تقعد ورا وردة كبيرة وتخبي وشها. يوم ورا يوم بقيت تحس بالإحباط أكتر، وقالت في نفسها: ليها أنا مش زيهم، ليها ما فيش فيها شجاعة. لحد ما في يوم جهت ريح جامدة وقعت وردة صغيرة كانت لين تحبها جدا. اللي سند الوردة اتقطع وبقيت قريبة تقع في المية. لين شافت الموقف، قلبها بدأ يدق جامد، وقالت في نفسها: لازم أنقذها، لازم أجرب. وبدون ما تفكر كتير فردت أجنحتها وطارت. لأول مرة حست بالهوى يداعب أجنحتها، حست إنها خفيفة زي النسمة. وصلت للوردة، سندتها برقة وحميتها من السقوط. لما نزلت كل الفراشات جروا عليها وقالوا: بارك الله فيك يا لين، أنقذت الوردة. لين بصت على أجنحتها ولقت إنها قوية وجميلة، وإنها قدرت تطير وتحمي كمان. قالت وهي مبتسمة: أنا ما كنتش عارفة إني قوية كده، أنا أقدر أطير وأفرح وأكون نفسي من غير خوف. ومن ساعتها لين بقيت تطير كل يوم وتزور كل الورود وتعيش حياة مملوءة بالفرح والثقة. العبرة: أحيانا نبقى مش مصدقين قوتنا، ولكن في جوانا جناحات قادرة تطير بينا لأي حلم. خليك واثقة في نفسك وجرب، هتلقي جواك قوة ما كنتش متخيلها. اتمنى القصة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتيا عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم.